الشيعي المعروف محمد الصدر يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت قوات التدخل السريع تحسبا لمهدي الشيعة، بل والبنتاغون لديه ملفات سرية عن مهدي الشيعة، كلام يصدقه السذج والبسطاء. والآن يوجد من الأخبار ما يكفي من أن أمريكا قد أسست منذ عدة سنوات، ربما 10 سنين، ما يسمى بقوات التدخل السريع تحسبا لظهور المهدي عليه السلام وليس لشيء آخر. كما أنها افتعلت، لاحظوا، كما أنها افتعلت حرب الخليج لأجل أن تملأ الخليج بالبوارج الحربية تحسبا لظهور المهدي عليه السلام، كما أنه من الأكيد أن له في البنتاغون ملفا كاملا وضخما عن أخباره التي تستطيع أمريكا جمعها، حتى قالوا أنه يفتقر فقط إلى الصورة الشخصية له، طبعا وهي مفقودة. ولا شك أيضا أنها تأخذه بنظر الاعتبار في كمبيوتراتها السياسية كأحد أهم المحتملات للتغيير الاجتماعي الممكن حصوله في الشرق المسلم، طبعا مع التعتيم التام على كل هذه الأمور. وعلى أي حال فيكون من الحكمة الإلهية إخفاء موعد ظهور المهدي وبقاء الموعد غامضا مجهولا منوطا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الإشارة في التوقيع الشريف إلى أن أمد الغيبة، الأمر الرابع مما هو موجود في التوقيع الذي استمع للمرجع الشيعي الكبير مجتبى الشيرازي وقصة المهدي وكورنيش البحر بالكويت لتعرف الجواب. المرة الثالثة التقى بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، وهو سائر على كورنيش البحر في الكويت. وهناك منع أكيد من الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه أن لا يحق لأحد يدعي أنه متصل بالإمام في الغيبة الكبرى، ومن ادعى ذلك فهو بتعبير هذا نص الكتاب الذي صدر منه إلى السمري رضوان الله عليه، فمن ادعى ذلك فهو مفتر كذاب.